السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي. معاكم أم عائشة من قناة عالم الطيور. النهاردة يا جماعة هصور لكم الفراخ عمر 11 يوم، الفراخ البلدي الهجين العالي. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الفراخ انا مصوراها معاكم قبل كده. فادخلوا على القناة وشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده. انا جايبة الفراخ دي عمر يوم، جايبة الفرخ ب11 جنيه. فما شاء الله اللهم بارك. حجمها شايفين حجمها كبر عن الاول ما شاء الله، والريش بتاعهم طلع في جناحاتهم وبدأوا يلونهم. ما شاء الله اللهم بارك. بس الجو حر الايام دي، ف يعني الله يكون في عون الفراخ. يعني الفراخ مش مستحمله، الجو حر قوي على كل الكائنات يعني. فالفراخ طبعا كائن صغير قوي ومش بيتحمل الحراره. شايفين هو حتى هما منزلين جناحتهم كده، ده من الحر. درجة الحرارة عالية قوي الايام دي. فشوفوا معايا بقى انا طلعت لقيت ايه يعني، والحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. شايفين وما شاء الله الفرخ داخل على الربع كيلو ما شاء الله. طيب الفرخ ده مات من ايه؟ احنا لازم نعرف عشان نشوف لو عندنا مشكلة مثلا في المكان نعرف نحلها. لو مثلا في اسهالات نعالجها. فانا شايفة ان اللي حصل ده من الحر. شايفين الفراخ كلها فاتحة بقها كده ومنزلة جناحتها. دي بتدل ان الجو حر، يعني هم خلاص مش مستحملين الحرارة. وشايفين العلافة برضو فاضية، هم جعانين. العلافة فاضية بس انا مش هعلفهم دلوقتي. ليه مش هعلفهم دلوقتي؟ لان مش هينفع يكونوا حرانين قوي كده ونعلفهم، ما ينفعش. الاكل كده زي ما بيقولوا يعني ايه، يكتم على نفسهم، يعني مش هيقدروا ياخدوا نفسهم في الحر اللي احنا فيه ده. فبنستنى بس يعني 3 ساعات كده او ساعتين لو هم جعانين او ما جعانين قوي على فكرة. بس انا هستنى ساعتين كده وبعدين اعلفهم. هو اهم حاجة لهم في الحر ده المية، يعني انا هحط لهم المية دلوقتي واحط لهم مكون في المية. يعني زي حاجة هترطب عليهم كده شوية، وزي ما يكون تكييف طبيعي ان شاء الله للفراخ. انا مجربة برضو الحاجة دي هقولها لكم، وانا مجرباها قبل كده وبربي بيها جميع انواع الطيور. بتحميهم من امراض كتير، وكمان حلوة بترطب عليهم في الحر. المكون ده يا جماعة بقى اللي هو الريفو ده، الريفو اللي هو بنجيبه من الصيدلية. تمام اهو، الريفو البشري، الحبوب اللي هي الاسبرين، الريفو. تمام. انا هحط دلوقتي 2 على اللترين ميه. تمام. هي بتبوش على طول يعني الحبايه، شايفين هي صغيره كده مش محتاجه تطحن ولا حاجه. هنحطها بس في الميه كده. كده حطينا واحده وهنحط التانية، هي هتبوش في الميه. ده هترطب عليهم وان شاء الله هتحميهم من الحر. انا ان شاء الله الايام اللي جايه دي كلها باذن الله كل يوم هحط لهم سبراي. الاسبرين ده يعتبر مرطب طبيعي، بيظبط الحرارة بتاعة الفرخ وما بيخليش جسمه يسخن في الحرارة اللي احنا فيها دي، لان درجة الحرارة عالية قوي. طب انا عرفت ازاي ان الفرخ دوت ماهوش تعبان، مثلا ما عندوش اسهال او ما عندوش برد او عنده اي مرض؟ انا عرفت ازاي بقى؟ الفرخ ما شاء الله ماهوش ناشف، الفرخ حجمه كويس. شايفين قد ايه يعني، وحجمه كويس، وزنه كويس في ايدي. هقول لكم بقى على السر اللي خلاني اعرف ان هو كويس ماهوش تعبان. من ورا كده مفيش فيه اسهال، من ورا من هنا كده مفيش اسهال ولا حاجه. تمام. شايفين الحصله بتاعته بقى؟ الحصله بتاعته هو واكل. الفرخ اللي واكل ده لا ماهوش تعبان. شايفين الحصله بتاعته مليانه اكل، وانا شايفاهم طبعا ومتابعاهم كل يوم. انا متابعاهم وعندهم على طول، فخلاص ما شاء الله حيويتهم كويسه، بس حرانين، هم حرانين. فالفرخ ده ما استحملش من الحر، الفرخ ده مات من الحر. ما فيش عنده اسهال، ما فيش عنده برد، ما فيش عنده يعني ماهوش ناشف، ما كانش خاسس، لا ماهوش خاسس. شايفين اصلا ما شاء الله رجلي قد ايه،
ووزنه برضو تقيل في ايدي، يعني ماهوش خاسس، ما كانش فيه كشاشان، مفيش برد، مفيش عطسة، مفيش اسهالات. طب اعرف ازاي؟ هو ما شاء الله هو كده ميت من الحر، فعادي قدر الله ما شاء فعل. والطير ده يا جماعه احنا بنزعلش عشان ليه؟ هو روح، فاحنا مش بايدينا حاجه، احنا عاملين اللي علينا، بنأكلهم، بننضف لهم، بنحط لهم العلاج المناسب وبنراعيهم. فخلاص هنزعل ليه؟ لا مفيش زعل ولا حاجه، احنا بنعتني بالباقي واللي في نصيبه حاجه بيشوفها. احنا نعمل اللي علينا. شايفين الفراخ مش متحمله، فانا ما ينفعش احط لهم اكل دلوقتي، هم جعانين. اهم حاجه لهم دلوقتي الميه احسن من الاكل. تمام، احط لهم الميه وارجع اكمل معاكم الفيديو. خليكم معايا. النصايح دي يا جماعه والله عن تجربه، انا بربي بقالي سنين طويله، والحمد لله مجربه جميع انواع الطيور، والحمد لله ماشيه على خلطاتي وماشيه على الوصفات بتاعتي، فالحمد لله. انا متابعه طبعا الزرق بتاعهم، يعني ببقى قاعده اقعد مثلا معاهم ربع ساعه بعد ما اعلفه، ابص بقى على الفراخ كده، اشوف الفرخ دوت الحمام بتاعه عامل ايه، الزرق بتاعه ناشف ولا لا، في اسهالات ولا لا، في عطسه ولا لا. طب الجو العام بتاع الفراخ عامل ازاي؟ شايفين اهو. بدل انا عامله اللي عليا خلاص، النفوق ده والموت ده بتاع ربنا. بس احنا بنبقى يعني بنحاول ان احنا نخفف من السبب اللي يخلوهم يموتوا. تمام، فتابعوني يا جماعه، اي نصايح هتسمعوها معايا دي عن تجربه، دي عن تجربه. انا مجربه ما شاء الله كل انواع الطيور، والحمد لله بطلع اوزان حلوه جدا، وبربي ما شاء الله كميات. فتابعوني ان شاء الله. احط لهم الميه واكمل معاكم. رجعت لكم تاني بعد ما حطيت لهم الميه. الميه دي طبعا فيها الاسبرين زي ما اتفقنا، فيها اسبرين اطفال، لا اسبرين ريفو اللي هو بتاع الكبار الاخضر من الصيدليه البشري. تمام، بنحط حبايه على لتر ميه، ما بندقهاش ولا حاجه، هي بتبوش، ما بتكملش نص دقيقه بتلاقيها بشت في الميه. تمام، فما شاء الله شايفهم هما جعانين، بس ما اقدرش ان انا احط لهم ميه بتاع علف دلوقتي خالص خالص، ما ينفعش. مش هيتحملوا، يعني هياكلوا معدتهم هتتملي اكل، مش هيقدروا ياخدوا نفسهم. لازم الوقت بتاع الظهر من مثلا من الساعة 12 للعصر، الوقت ده نشيل من قدامهم الاكل اصلا، ما ينفعش. ده لو في الشتاء عادي الاكل ليل نهار قدامهم، لكن في الحر لازم نتجنب الايام اللي يعني الوقت الظهر اللي بيبقى فيه الحر الشديد. على ما الجو يطري بس شويه هحط لهم اكل. شايفين ما شاء الله بدأوا يشربوا اهم، الميه بقى بترطب عليهم، والاسبرين اللي في الميه ان شاء الله هيدي نتيجه معانا كويسه. انا عايزاكم يا جماعه تعملوا لي لايك وتتابعوا معايا تعملوا لي اشتراك في القناه علشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله، وهتشوفوا والله معايا نصايح كويسه جدا، خبره كبيره في تربيه الطيور. الحمد لله بقالي كذا سنه بربي، والحمد لله يعني ما فيش اي معلومه بقولها لكم ولا ما بكون مجرباها كذا مره. فاعملوا لي لايك بقى، واعملوا لي اشتراك في القناه، واضغطوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا ام عائشه، اعملوا لي لايك بقى. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.